السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. صباحكم فل، صباحكم قشطة، صباحكم نادي زي اللبن الحليب. تعالوا بينا النهارده كده عندنا شوية حاجات جميلة جدا 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 وفيديو جميل قوي 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 هيعجبكم خالص خالص، من العيار التقيل. قبل اي حاجه خالص صلي على النبي وسيدي النبي صلى وحيدي الله، وادخلي على شركه يوميات انا عامله لك عروض وخصومات وتخفيضات جميله جدا. بمناسبه لو انت حابه تفتحي قناه على اليوتيوب او صفحه على الفيسبوك، تيك توك، انستا، اي حاجه كواي، هم متخصصين في كل حاجه تخص السوشيال ميديا. طب اللي ماسك الشركه دي الباشمهندس محمد، هسيبلك رقم تليفونه في اول تعليق مثبت. تعالي بينا النهارده. كنت في مشوار جميل جدا ورحت شفت مكان اكتشاف حلو خالص خالص خالص. كل ست بقى بتشوفني وبتتابعني كده والاسعار غاليه نار ومش عارفه تعملي ايه، ونفسك تجددي حاجات في مطبخك، او نفسك في طبق جديد، نفسك في بوله جديده، نفسك في حاجه جديده حابه ان انت تجيبيها او تشتريها. تعالي الاول قبل ما اخش لك على الفيديو بتاعنا اللي مدلعنا هقول لك انا كنت في امازون، طلبت حاجات من امازون طبعا انتوا كلكم عارفينه. جبت منه دبل فيس ده، هنعمل بيه حاجه جديده في المطبخ. احنا قلنا واتفقنا ان احنا هنجدد ونطور في المطبخ بتاعنا شويه حاجات قشطه. وجبت الستاند الجميل قوي ده اهو، شايفينه؟ ده من امازون يا جماعه. السعر ايه بقى انا مش متذكره بصراحه، لان كان في حاجات تانية كمان وكانت فاتوره على بعضها. وجبت كمان قلت علشان هعمل حاجه سريعه، غدوه حلوه سريعه معاكم دلوقتي، واحده برجر اهي قشطه. وجبت كمان بن فاتح. البن ده انا لسه النهارده يعني لسه هجربه النهارده، اول مره هجربه وهقول لكم عليه حلو ولا لا. وجبت برطمان صلصه طبعا هارفست، انا بحبه جدا والنوع ده حلو على فكره، هيعجبكم خالص خالص خالص. تعالي بقى. وانا كده كنت فين النهارده؟ كنت في مكان اسمه الساعه. لو انت في اسكندريه هتعرفيه. المكان ده فين يا نانا؟ في اسكندريه عندنا هنا عند قبل كارفور كده بشويه. عايزه اقول لكم الجو الدنيا النهارده شتت عليا وقالت لي خدي ودي وانا اديكي بشكل ودي، مش عايزه اقول لكم يعني. اخدت بقى انا خدتها فرصه. لقيت واحد بيبيع بصل وب6.5، قلت حلو قوي، انا اخر مره شارياه ب10 جنيه. وفري اللي تلاقيه في سكتك هاتيه، لو حاجه رخيصه ومفتوحه هاتيها. ولقيت جزر الكيلو ب5 جنيه، جبت كيلو ب5 جنيه. شفتي الشطاره بتاعتي اهو. وجبت بطاطس 3 كيلو بطاطس ب20. يعني انا خدتها كده يلا بينا. تعالوا بقى. وجبت نص كيلو جبنه قديمه، عارفين ان انا بحب الجبنه القديمه قوي، ب50 النص كيلو. كنت هنا سائله عليها في السوق عندي كانت ب80. بصوا انا اي حاجه الاقيها سعرها مرتاح عن المكان اللي انا بجيب منه بجيبها على طول. وعايزاكي انت كمان تبقي كده، وفري بقى ودبري نفسك كده. بسم الله. بصوا بقى هقول لكم الاختراع، المكان الجميل جدا. انا بصراحه مش بجيب حاجه من حد والاقيها وحشه او اشوفها وحشه واقول لكم عليها. حتى لو في التجربه بعد ما بجرب وبشتغل في الحاجه بشوف، لو بلاقي الحاجه دي ما تستاهلش ومش حلوه ومش مش هتنفع معاكم، بطلع لكم في فيديو اقول لكم ما تجيبوش من الحاجه دي. كنت بقى اقول لكم استنى خليكم بس معايا كده اهو. المكان ده عند حد محترم جدا، شخصيه كويسه جدا جدا على فكره، اسمه الاستاذ عماد. تمام؟ ده واحد في الساعه شفته صدفه. انا بشتري جبنه قديمه، فبتاع الجبنه بقول له في حد هنا بيبيع صيني فرداني. انا عندي اطقم صيني وكل حاجه الحمد لله انتوا عارفين، بس انا بحب اغير واجدد وانوع حتى لو انا باقل الامكانيات. انا كمان ست بحب ان انا ادبر نفسي وامشي اموري على قد ظروفي على قد المستطاع. حتى تشوفوا شكلي والله انا مرهقه جدا الفتره دي.
جبت منه البولتين دول، البوله ب20 جنيه. هتتصدقي بقى والله يا جماعه، بس هو النهارده بيقول لي الاسعار هتبدا ترفع شويه عن السعر ده. يعني مثلا دي انا اخدها منه البوله الواحده ب20، ممكن سعرها يبقى اعلى من كده، يعني احتمال اليومين اللي جايين دول، بس مش هتزيد كتير، مش هتزيد مثلا 5 جنيه 10 جنيه. بالنسبه للاسعار التانية انا كنت شايفه زيها بالظبط في كارفور ب75، اختها ب75. عشان اقول لك والله المكان ده اختراع فعلا فعلا فعلا، يعني بجد بامانه والله العظيم مش بجامل، انا شاريه بفلوس، انا شاريه بفلوسي يعني، مش بجامل والله، بس انا بقول الصراحه. جبت بقى مجين اهو. انتوا دايما تقولوا لي ان انا لما تجيبي حاجه جديده ورينا وقولي لنا وقولي لي رايك ايه. بصي المج ده ب25 الواحد. جبت واحد ازرق وواحد اسود. في اماكن اخرى ب65 وب45 وب50. انا احب الكلام يحب الامانه يا جماعه، خليني ست صادقه كده. انا لو المكان ده مش حلو وما لقيتهوش اختراع فعلا، اكتشاف يا كوتش والله العظيم. وعلى فكره الاسعار اللي انا بقولها دي هتزيد، يعني الاسعار اللي بقولها دي، بس قال لي اي حد هيجي تبع قناه يوميات نانا هيعمل له عروض وخصومات جامده جدا، لان هو الاستاذ عماد شخصيه محترمه والله. انا اول مره اشوفه، بس هو شخصيه كويسه جدا ومحترمه جدا. الماركه دي لو انتوا هتشوفوا خدوا بالكم، الماركه دي النوع ده نوع نضيف جدا وغالي، لو هتاخدوا بالكم. شايفين بقى انا جبته واضح لكم كده. جبت 2 الشكل الابيض ده، كنت ناويه ان انا اجيب 4. انا كنت حابه اجيب 4 أو 5، ما لقيتش، لقيت من النوع ده 2 اهو، وجبت 2 تانيين بس مختلفين بقى اهو. الشكل ده برضك عجبني جدا اهو، عجبني بصراحه، يعني الديزاين بتاعه والشكل بتاعه حلو، عجبني. وجبت الشكل ده كمان اهو، الازرق ده برضو حلو، عجبني شكله برضو. كان في منه واحد كمان، بس انا يعني انا حابه ان انا اغير شويه، مش حابه ان انا افضل على رتم معين. تمام. والاطباق دي رخيصه جدا جدا، هي مش هتصدقي على فكره، مش هتصدقي خالص. ودول بقى بولتين اهو، قلب زي ما انتوا شايفين كده اهو. دول بيدخلوا الميكروويف وبيدخلوا الفرن وكل حاجه. دول عطاهم لي هديه بصراحه، انا اقول الصراحه، كلام يحب الامانه، وانا ست امينه جدا وصريحه جدا، انا ما بحبش اللف والدوران، يعني انا احب الامانه كده. تمام. هو قال لي لما لقاني اخدت كذا حاجه قال لي لا وليكي عندي من دول هديه، الاثنين دول عطاهم لي هديه، لكن باقي الحاجه دي انا شارياها اهو. الكلام برضك يحب الامانه يا جماعه. بس المكان ده مش هتندموا لو رحتوا اخدتوا منه، اسمه الاستاذ عماد. ولو انتي حابه تتواصلي معاه اسيب لك رقم تليفونه، اكتبي لي لو انتوا عايزين تسالوه عن الاسعار، وهيبعت لكم الحاجات بتاعته والتشكيله اللي عنده على الواتساب. لو انتي مكسله في البيت ومش عايزه تنزلي هيبعتها لك. لو انتوا حابين كده اطلبوا مني في الكومنتات وانا هسيب لكم الرقم بتاعه في اول تعليق مثبت. لو انتوا حابين تنزلوا قبل ما تنزلوا تتصلوا بيه وتسالوه. اسعاره حلوه وممتازه جدا، هيعجبكم جدا. الخامه جميله. مش عايزه اقول لكم الاطباق دي انا شفتها في اماكن كتير اسعارها ازاي، مش عايزه اقول لكم. جيت بقى وانا راجعه كده اهو، لقيت ايه؟ اختي كده حبيبه قلبي، اختي الدكتوره، لقيتها بترن عليا، انت فين يا موزه؟ قلت لها والله يا دودو يا سكر النبات انت يا ست البنات. قلت لها انا في الساعه، والله يا دودو حتى نازله من غير ما افطر. قالت لي اختي حبيبتي قلبي حته من كبدي ما اقدرش. قالت لي بصي عدي عليا وانتي جايه. عديت حطيت لي كيك، طبعا اختها حبيبتها عايزه تفطر. يا جماعه اختي
ربنا يخليها لي يا رب ويخلي لها اولادها وما تتحرمش منهم ابدا يا رب العالمين. وقامت جايبه لي كمان ايه بقسماط، قالت لي يلا علشان يبقى بقسماط ويبقى كيك وتفطري في فطار متين ولا عنب ولا تين. هطول عليكم الفيديو ده وهرخم عليكم شويتين بس خليكم معايا استحملوني. وقامت جايبه لي بقى ايه بنطلون لاحمد ابني جديد اهو، جابت له البنطلون ده زي ما انتم شايفين كده اهو تمام. وشويه حاجات تانية بقى ايه احنا متعودين، يعني هي متعوده هدوم بتاعت الصبيان عندها لما يعني تبدا ان هي تصغر عليهم بتقوم بعتهم لمين؟ لحمودي لودي. والله يا جماعه زي ما هي جديده اهي، بصوا دي جواكت مستورده وحاجات نظيفه وجامده جدا اهي لاحمد ابني. هي عارفه ان انا المفروض ان انا هشتري له والله، بس قالت لي لا اختي حبيبتي، قالت لي لا انا هبعت لك حاجات للولد. عايزه اقول لكم بقى شويه حاجات جامده اهو، والله باخد الهدوم من عندها بتبقى جديده لانج، والولد بيلبسها وبيدوبها يدوبهم في عرق العافيه. بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده، وبيبقى زي ما هما جداد والله. وبناطيل جينز اهي بس ايه مش هقلب بقى، وفانيلات. لا بعتله حاجات حلوه كتير قوي. احمد ابني كده ايه اتكسى يا جدعان. وقميص لا ده هيشهيص كده، وترنج اهو يا جماعه. الاخوات الحنينه رزق، الاخوات الحنينه ايه رزق. ترنج اهو كامل تمام. استنوا عشان احنا نعمل اكل كمان وحاجه تانية هنا مينفعش بقى ان انا ايه اوريها لكم. خلاص خدنا صوره جامده قوي كبيره كده، خليكم بس معايا اهو خلاص كده. دي الحاجات كلها اللي انا جبتها ووريتها لكم. بصوا مبخبيش عليكم اي حاجه مبخبيش عليكم. تعالوا بينا بقى عشان ايه الحاجات دي طبعا انا هغسلها، لانك انتي ايه ما تجيبيش الحاجه من اي مكان وتشتغلي بيها كده على طول. دي هغسلها اوريدي قشطه. وده بقى هعمل لكم روتين جبار يا سعاد جامد جدا جدا جدا، هنعمل بيه روتين مع بعض بس مش دلوقتي، لان طبعا انا جايه من بره متاخره جدا 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 متاخره وعايزين ايه يتغدوا. فالحاجه دي والله نصيحه مني ليكوا، جربوا. وعماد حاجته كويسه جدا جدا وعن تجربه ثقه يا جماعه. الحاجه اللي زي كده انا بفهم فيها، لو مش كويسه هقولك الحاجه مش كويسه وما تجيبيهاش، لا الحاجه حلوه والله. يلا نكمل الفيديو بقى كده صوت خارجي عشان احنا ملوكش كتير اهو يا جماعه. ده بقى عماد، ده المكان ده فين؟ في الساعه في وش المسجد على طول، عند المشاريع اللي هي بتاعت الساعه والمنظره وابو قير وكل حاجه حاجاته تحفه. عروسه بقى انتي لو انتي من اسكندريه روحي جهزي عنده الحاجه. بصي تعملي طقم واتنين وتلاته وتشكلي اللي انتي حاباه كله. عنده شويه بقى حاجات يا جماعه والله جميل جدا. انا كنت اليوم ده رايحه السوق، يعني رايحه بالصدفه اجيب حاجات من الساعه، فبجيب جبنه، فبقول للراجل في حد هنا بيبيع صيني قطاعي وكده؟ قال لي هنا اهو اسمه الاستاذ عماد. فرحت والله يا جماعه حاجته خرافه وانا مش اول يوتيوبر اصور عنده، كذا يوتيوبر صورت عنده قبل كده برضك انا عرفته بالصدفه، عرفت منه يعني. وكلهم ناس محترمة، قنوات كبيرة قنوات صغيرة كلهم ناس محترمة. بس بغض النظر بقى عن أي حد وأي تصوير والكلام ده كله، هو شخصية محترمة جدا جدا جدا، وحاجته رخيصة جدا جدا جدا. بيتهيألي في غلاء الأسعار اللي احنا فيه ده أنا سمعت أسعاره ذهلت. كان عندي يعني صعقت والله العظيم. والصواني دي عجباني قوي، يعني أنا المرة الجاية إن شاء الله
لما اروح هتتفاجئوا بشويه حاجات جميله جدا، والراجل اللي واقف الشيف الجميل العسوله ده. في حاجات كتير كان نفسي ان انا اجيبها بصراحه، بس ما كنتش عامله حسابي للاسف الشديد يعني. وطواجن بقى ومجات اهو ده الباشمهندس الاستاذ عماد، طبعا شخصيه محترمه والله العظيم. عايزه اقول لكم لو انتوا رحتوا بس قولوا له احنا تبع يوميات نينا، وهو هيعمل معاكم تخفيضات كمان اكتر من التخفيضات اللي عنده، وحاجته جميله جدا والله العظيم. والجبنه بقى بتاعه الراجل اللي في الظهر وكده، عنده واحد على قمة المكان اللي هو شغال بيبيع فيه يعني، واحد برضك بيبيع جبنة قديمة بس ملهاش حل. قلت بقى اليوم هيعدي كده، لا 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 لا، مش هيعدي كده. جبت بطاطس وجبت بصل وجبت زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده. قلت بقى ايه، زي ما انا بهدومي كده ما قلعتش والله، ما غيرتش هدومي. قلت لا، انا لو قلعت واخدت شاور وقعدت وغيرت بس يا دوب غسلت ايدي ووشي ورجلي طبعا، ودخلت ايه استعديت للحرب العالمية السادسة. قلت هعمل شوية رز سريع سريع، احنا بنحب الرز يا جماعة، احنا من عشاق الرز زي ما انتوا شايفين التخن اللي انا فيه يعني، عادي عادي. المهم عايزاكم تصلوا على النبي دايما، وتزيدوا النبي صلاة وتوحدوا الله وتستغفروا ربنا كتير. وعايزاكي بقى دايما تنظمي نفسك وتنظمي حالك كده. لو انتي حابة تنزلي تخرجي مثلا اليوم ده، انا بصراحة كنت محتارة هعمل غدا ايه هعمل غدا ايه، واليوم ده شتا عليا شتا يا جدعان. قالت لي خدي وانا اديكي من قلبك يا نانا، من قلبك طالما بتحبي الشتا يا ست نانا، خدي عندك وانا اديكي. بقيت اقول لها اديني اديني يا اختي. والله العظيم. بس ختم اليوم بالاستاذ عماد، والله حاجته جميله، وانا فرحانه فرحه بقى بالاطباق دي، نفعتني وازاي مش عايزه اقول لكم، واسعه وحلوه كده وشرحه وبرحه يا جدعان، اه والله. المهم هتعجبكم جدا، وخامته جميله وحاجات مستورده. والله انا سالت في كذا مكان قبل كده، وكنت رحت المنشيه وصورت لكم من سنتين. اه من سنتين اول ما كنت فاتحه القناه، كانت الاسعار طبعا زي ما انتم فاهمين يعني مرتاحه، بس عايزه اقول لكم هو عنده ما زادتش كتير. حتى انا رحت مرة تانية كمان برضو، هتشوفوا في الفيديو اللي جاي بإذن الله، جبت حاجات تانية كمان من عنده، لان الحاجات اللي انا جبتها منه عجبتني جدا جدا جدا. وهو كشخصية شخصية محترمة ومتواضعة قوي. المهم قلت بقى اعمل صينية بطاطس كده بالهمبرجر. ازاي يا نانا؟ اختراع يا كوتش. هي مش اختراع ولا حاجة، هي جميلة جدا، واحنا كاسكندرانية بنحبها. انا اخدت الطريقة دي هقول لكم من مرات عمي. عندي عم من عمامي، فمراته في مرة كنت عندها قالت لي بقول لك ايه، احنا بنحب ناكل بالليل بنتعشى وكده، فكنت عندهم في البيت يعني. فقالت لي بقول لك احنا هنعمل النهارده صينية بطاطس بالبرجر. قلت لها ايه بقى ازاي ما ينفعش. هي طبعا انا قلت لها باسمها يعني. قالت لي لا طب بس تعالي اقفي كده جنبي. دخلت عملتها يعني قطعت البصل جوليان او شرايح، والبطاطس زي ما احنا بنعمل صينيه البطاطس، وحطت عليها الملح بتاعنا اللي مدلعنا، وحطينا معلقه زبده ومعلقه توم. ولو عندك فلفل حراق بقى او بارد عادي حطي. انا المتاح عندي عملته وحطيته. انا بغسل دايما اي كيسه بتاعت مجمدات بجيبها من بره ليه، لان انا هو كده، انا دي طبيعتي. عملت جزء صينيه والجزء التاني هقليه. بصوا يا جماعه، اهم حاجه عندي في حياتي ان انا ابقى سريعه في شغل بيتي. انا مزوده في المونتاج ومسرعه في الفيديو، بس بحيث ان الفيديو هيبقى طويل عليكم وهتزهقوا وتملوا مني، مش اكتر من كده والله. لكن لو انا واثقه ان انتوا هتتفرجوا على الفيديو كله كامل من الاول للاخر، كنت سبته لكم وطولت لكم فيه. اهو انا جبت الحاجه من عند الاستاذ عماد غسلتها على طول يعني. هي هي حاجته حلوه والله بجد بامانه يعني، والمجات جميله جدا 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 يعني، مش عايزه اقول لكم. بقيت كنت الاول بحب اشرب في كوبايات كبيره ومجات كبيره. لما شربت في المج ده بقى بيني وبينه حاله عشق كده، انا والمج. اه والله. كل ما حد من ولادي يقول لي ماما احنا رايحين نعمل نسكافيه نعمل لك معانا، طبعا بعد محايله ويا لهوي عايزه اشتكي لكم والله، بتحايل عليهم هم الفتره دول، والنبي بالله عليكم ادعوا لكل ولادنا ربنا ينجحهم في الامتحانات، امين يا رب العالمين. والكيك ده اللي اختي كانت عاملahولي، ربنا يخليها ليا يا رب، ما تحرمش منها ابدا، حبيبتي واختي وسندي وكل حاجه ليا في الدنيا والله، ربنا يخليها لي يا رب، يخليها لاولادها. قلت بقى اعمل الليفت كده قبل ما يبوظ مني. كنت عاملاه في الفيديو اللي فات معاكم، حاطاه في ميه. قلت بقى اليوم ده انا قاعده يعني هبقى فاضيه شويه، ها
وانا واقفه كده انا بحب ابقى يعني ما اسيبش حاجه في المطبخ تتراكم على بعضيها، لان كده كده عليا، كده كده عليا. عملت نظام جديد هتشوفوه الفيديو اللي جاي في المطبخ، هيعجبكم ينور رضاكم ان شاء الله. احمد كان حابب يطلع يقول لكم حطوا اللايك. قليت طبعا برجر وبطاطس وفراخ ستريبس، وعملت شويه حاجات كده وانا قاعده اهو. ما كانش حبيب قلب امه، يا اختي يا اختي يا لوحي يا لوح. خليكوا ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا انت واخواتي. بقول لكم حطوا لايك يا جماعه، حطوا اللايك، حطوا لايك بقى علشان خاطر احمد. والفيديو لو كان عجبكم ونال رضاكم ما تنسونيش في لايك وشير، وشيروا الفيديوهات على قد ما تقدروا لاصحابكم واخواتكم وحبايبكم. وبقول لكم ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه احسن. خلاص قصه الحب الجامده دي بقى الناس هتقعد تتفرج على بوسطه للفيديو. يا نانا انت وابنك الله تفلقونا. عايزه اقول لكم بقى اليوم ده غرفت في الاطباق الجديده وهست وشهيصت يا جدعان، شهيصت انا شهيصت. وحمرت الصينيه بتاع البرجر اهي، وده وبصل اخضر بقى وجرجير ودنيا تانية. ولو الفيديو عجبكم حطوا لي اللايك، وما تنسونيش في كومنت جميل يفرحني ويسعدني، واشوفكم على جدي على الفيديو